اخواتي بقى، قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي. النهارده اتطلب مني واحد ايس موكا حكايه. تعالى اقول لكم بيتعمل ازاي. اول حاجه جبنا الخلاط بتاعنا وحطينا في الخلاط 3 بولات من ايس كريم الشوكولاته زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. البوله تكون مليانه كده في المعلقه. بعد كده هنقوم ساحبين معلقه نسكويك او كاكاو اللي موجود في البيت مش مشكله. بعد كده هنقوم نازلين كده ب 60 مللي من صوص الشوكولاته. بعد كده هنحط معلقتين من النسكافيه الصغيرين. بعد كده هنقوم نازلين بربع كوبايه لبن وتمام قوي كده. بعد كده نقوم مغطيين وسايبينه في الخلاط يتضرب لمده 10 ثواني وما نكترش عشان ما يحلش معانا. وطبعا زي ما انتم شايفين تقيل اهو. بعد كده هنقوم جايبين بقى كوبايه كده زي ما انتم شايفينها وهنجرنش كده بصوص الشوكولاته. تمام قوي كده. ونقوم نازلين بقى، ودي الحاجه العظمه، دي العظمه كلها بقى. طبعا نازل تقيل اهو، واهم حاجه ان هو يكون يعني قوامه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وده بالنسبه للي احنا ما ضربناش الايس كريم كتير. بعد كده هنقوم ساحبين بولة ايس كريم فانيليا كده وهنقوم حاطينها فوق الوش. بعد كده هنقوم نازلين بشويه مكسرات بندق او اي نوع مكسرات عندنا. ما تبخلوش بقى علينا باللايك والشير، واشتركوا في القناه علشان بقدم كل جديد. المحتوى بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو، بقدم كل يوم مشروب جديد، حاجات جميله نعملها في الصيف وحاجات جميله قوي ممكن نعملها في الشتاء لينا ولحبايبنا ولاطفالنا ولاي ضيف يجينا. بس خلاص.